مخلص العيادة بدري النهاردة وحاسس بشوية فضا كده. يعني شوفوا الحمد لله العيادة خلص. فقلت اما اسأل بربلكسيتي وده واحد من برامج الذكاء الصناعي. قلت له انا عايز اسألني كده 10 أسئلة، يا اما محرجة يا اما صعبة في مجال العيون، وانا عايز اعملها في فيديو، فانا لسه ما عملتش اهو فهتكة. يا ترى هيسألني يقول لي ايه؟ وبدأت الأسئلة. How often ophthalmologists find themselves unable to diagnose patients' eye problems on the first visit. سؤال جديد. قد ايه دكاترة العيون بيلاقوا نفسهم مش قادرين ان هم يشخصوا الامراض من الزيارة الاولى؟ اقدر اقول ان اغلب الامراض بنبقى عارفينها، بس في دلوقتي وسائل تشخيصية بتوضح لنا اكتر. عندي واحد مثلا جالي بنزيف شديد، فانا محتاج ان انا اعمل له فحص عشان اعرف والله ورا النزيف ده انفصال ولا لا. بقى دلوقتي حتى في جفاف العين انا بروح اوديه يعمل فحص عشان اعرف والله هل مثلا عنده خلل في الغده الدهنيه، خلل في الغده بتاعه الميه. فهو سؤال حلو مش شائع قوي، اقدر اقول 20 ل 30% على حسب تجربتي البسيطه. نروح ناخد السؤال التاني. What is the most common misconception patient have about eye doctors that you wish you could correct immediately؟ ايه سوء الفهم او سوء الظن اللي الناس ممكن تكون واخده فكره عن الدكتور عايزين ان احنا نصلحه؟ ان هم لما بيعملوا عمليه مثلا او حاجه بيكون كل همهم الفلوس، او ان الفلوس اللي مدفوعه دي كلها رايحه للدكتور، وما يعرفوش ان هي ممكن تكون اقل من 30 او 40%، والباقي مثلا رايح للمركز. ايه الحاجه تاني اللي انا ما عايز المرضى ما يظنوش فيها ظن سوء بالدكاتره؟ اتمنى يعني الدكاتره يكونوا مقدمين مصلحه المريض اولا. المريض لما هتكون مصلحته اولا، انا كده كده مصلحتي مع مصلحه المريض. انما انا لو قدمت مصلحتي انا اولا، ممكن المريض يستفيد وممكن المريض ما يستفيدش. فرقم واحد لازم مصلحه المريض اولا، بالتبعيه المريض دي مصلحته يبقى دي مصلحتي. انا لمحت السؤال الجاي وهو ابن لذينه. Have you ever had to tell a patient that your vision loss is irreversible؟ انت آه، قلت قبل كده المريض ان النظر بتاعك هيروح ومش هيرجع تاني. ده هيأثر عليك ازاي؟ بجد هو خدها من على لساني. ده واحد من الفيديوهات، يعني واحد من المواضيع اللي انا عايز اتكلم عنها، اللي هو الحالة النفسية بتاعة المريض ازاي بتأثر على الحالة النفسية بتاعة الدكتور. الموضوع ده انا خايف فيه بصراحه. في ناس ايوه بيجوا لي بقى خلاص، انا عارف ان هو مش هيشوف تاني. بقولها لهم ازاي؟ انا مش بقولها لهم بلانت بصراحه، انا بحاول اجيبها بالتدريج شويه، واحده واحده، واحاول ان انا اصبرهم، واحاول ان انا اشحنهم دينيا، واحاول ان انا يعني على قدر الامكان. انا بحس بايه ببقى متدمر بصراحه. انا عارف ان ما ينفعش الدكتور يضايق نفسه قوي كده للدرجه دي، هو في حاجه مش ما يقدرش ان هو يصلحها، لانه كده ممكن يعني التعاطف الشديد قوي ممكن يفقدك قدرتك ان انت تتصرف مع المريض او توجهه. او انت كده خلاص، انت يعني لو كشفت على 2 مرضى 3 وكان عندهم مشكلة، انت كده مش هتقدر تقوم بالوظيفة بتاعتك. بس لا، الموضوع مزعج. طيب تقريبا في عيانين جم فانا هختصر في الاسئلة، بس انا مستمتع جدا. في حاجة محرجة حصلت لك في اثناء كشف العين؟ في ساعات حاجات بتحصل، مش بيحضرني حاجة دلوقتي بس في حاجات بتحصل. ازاي بتواجه الضغط لما يحصل surgical complication during delicate eye procedure؟ يعني لما يحصل اي مضاعفة او اي حاجة زي كده، نفسيا ببقى متضايق جدا، وانا بكرر برضو ان ده غلط. بس بحاول ادي كل حاجة للمريض. يعني انا ممكن عيلتي واسرتي الموضوع يبقى مؤثر جدا عليهم، بس ببقى مع المريض في كل حاجة، تليفوني معاه، بشوفه على طول، متعاطف معاه جدا، بحاول اوفر له اي حاجة في المستشفى. بحاول ان هم ما يتكلفوش تكلفة اضافية. بحاول اشرح لهم الموضوع. اغلب الحاجات بتكون حاجة خارجة عن الايد، لان انا بحاول اتقي الله فيهم واعمل الصح علميا، بس ده الامر لا يخلو يعني. بعد كده how often قد ايه او دكاترة العيون بيختلفوا عن طريق تشخيص المرضى؟ والاختلافات دي بتتحل ازاي؟ ابن لذينه ابن لذينه في الاسئله. ايوه احنا ساعات بنختلف. ساعات مرضى بتبعت لي يقول لي الدكتور مشخصني بكذا، وانا اقول له ازاي يعني؟ ده مش الحل الاسلم في الحاله بتاعتك.
بقول للمرضى ان احنا يعني كل دكتور ليه عنده وسائل معينه في الفحص. ممكن يكون عندي وسائل معينه فادتني الامر التشخيص ده. في دكتور تاني ممكن يكون عنده حاجه تانية. طبعا في خلص الاحترام للدكاتره. ابسط حاجه عمليات التصحيح، في واحد مثلا يقول انا اعمل سمايل، في واحد يقول مثلا انا بحب اعمل ترايفوكال. انا ممكن كل الحاجات دي مش بعمل. آه، بتتحل ازاي؟ بتتحل بالاقناع، ان انا بقول له والله مميزات دي كذا وعيوب دي كذا، وانت لو انت مقتنع بكلامي مليون في المية همشي معاك. لو انت مقتنع بكلامي 99.9 خليك مع الدكتور بتاعك. بيقول لي ايه اكتر شائعة عن العيون انت تعبت من كتر ما بتسمعها من المرضى؟ والله هي حاجات كتير وكلها جاوبت عليها قبل كده. ان في حاجة اسمها نظارة حفظ نظر، ان في حاجة اسمها التعود على النظارة، ان في حاجة اسمها تمارين هترجع لي النظر بتاعي تاني، ان عمليات تغيير لون العين دي عمليات آمنة، ان العلاج بالخلايا الجذعية بيعالج أمراض الشبكية المستعصية، المية البيضاء ممكن ترجع تاني، عملية الليزك بتؤدي للعمى. يعني حاجات كتيرة قوي. بيقول لك بقى انت مرة قبل كده ما قريتش كويس فحص او حاجة زي كده. آه، وارد، كل واحد فينا وارد ان هو آه، يبقى متسرع، بالذات الفحوصات اللي بتتبعت لي على الموبايل. عشان كده انا دايما عودت نفسي ان انا ما اشخصش اي حالة من خلال الموبايل. في حاجات كتير قوي ممكن ما اشوفهاش كويس، انما لما امسك الفحص في ايدي واكشف على المريض بنفسي ده امن حاجة. آخر سؤال بقى، ازاي بتتعامل مع المرضى اللي هم مش بيسمعوا الكلام بتاعك بعد العمليات وبيعرضوا نفسهم للخطر؟ آه، بتلاقي ناس ما بيسمعوش كلامك ويقول لك انا بشتكي. فانا بقول له بصراحة انت يعني لو ما سمعتش كلامي او لو عملت حاجة غلط فدي هتبقى مسؤوليتك. الحمد لله، الحمد لله، من فضل الله كل اغلب الناس اللي بيجوا لي كلهم ناس محترمة وبيسمعوا الكلام والتعليمات وخير ان شاء الله. طبعا لو ما حدش سمع الكلام فانا مش هقدر اتحمل نتيجة اللي هو عمله. بس كانت دي فكرة مجنونة وأسئلة حلوة أوي أوي أوي، فتحت مداركي على حاجة أنا جاوبتها ما شفتهاش قبل كده خالص. يمكن لو كنت شفتها وركزت شوية كنت طلعت إجابات تانية أدق، يعني في استحضار في مواقف معينة. بس تجربة حلوة وممكن تجربوها انتوا، في كل واحد في المهنة بتاعته وهيطلع فيديو حلو أوي. شكرا جزيلا، مع السلامة.